مساء الخير على الجميع. برغم كل المساوئ اللي في فريق النادي الاهلي من انعدام الروح ولعيبه ما عندهاش لا رجوله ولا نخوه ولا عارفه ومقدره قيمه التيشيرت ولا عارفه تحترم جماهير النادي الاهلي، برغم كل ده ومدرب طبعا سباك والله لا يصلح لتدريب كره القدم باي حال من الاحوال، كل المساوئ دي انا برضو قلت لك ان النادي الاهلي مش هيرمي الفوطه وهينافس على بطوله الدوري حتى اخر دقيقه في اخر مباراه في بطوله الدوري. والنهارده انبي بيديك قبلة الحياة وبيرجعك تاني للمنافسة على بطولة الدوري. هي مش صعبة، المعادلة سهلة جدا، شوية روح ورجولة وناس عارفة قيمة التيشيرت وناس عارفة يعني ايه النادي الاهلي. صدقني اقسم بالله هتلاقيك الدوري ولا اسهل منه، الدوري هو اللي هيروح لك، مش انت اللي هتروح له، لا. لما يلاقي لعيبة في الملعب بتاكل النجيلة ويعني لعيبة جعانة كورة وعارفة يعني ايه قيمة التيشيرت ده، صدقني والله العظيم الدوري نفسه هيتسهل عليك بنسبة 90%. شوف انا بقول لك اهو، برغم ان الزمالك في المقدمة وفارق 3 نقط، لا لسه عنده مواجهة معاك ولسه عنده بيراميدز وسيراميكا وانبي، يعني فرق تقيلة. اي فرقة منظمة، اي فرقة بتعرف تلعب كورة قدرت تحرج الزمالك. شفنا وادي دجلة فاز عليه 3 ولا مش عارف فاز عليه 2، انبي النهارده الاهلي، سيراميكا. ماتش بيراميدز ده اركنه على جنب، لان بيراميدز اساسا ما تعرفش كان حاصل له ايه في الماتش ده. يعني بيراميدز كان مستحوذ واحصائيات وكل حاجه، ولكن ضربه جزاء يعني الله اعلم من صحتها. انا ما بحبش زي ما قلت لك، عمري ما بتكلم عن التحكيم ولا اجيب سيره التحكيم ولا اتحجج بالتحكيم، ولكن انا زي ما قلت لك هي المعادله سهله جدا، معادله بسيطه. مدير كره ذكر عارف يعني ايه يعني يوري اللعيبه العين الحمراء. مدير كوره زي كابتن سيد عبد الحفيظ، زي كابتن محمد شوقي، شخصيه قويه يقدر. كابتن وليد صلاح الدين راجل مميز جدا في شغله ولكن هادي. كابتن وليد صلاح الدين بطبعه هادي. لا اللعيبه دي مش عايزه التجمعات والتكتلات اللي في الفريق والمعلمه اللي بقت في الفريق دي، لا دي مش عايزه واحد اللي زي كابتن سيد او كابتن محمد شوقي. مش عاجبك اتوكل على الله بره النادي بس خلاص، سهله جدا. اقسم بالله لو كابتن يعني لو الاداره بكره خدت قرار ان هي تطلع الناشئين وتسرح اللعيبه دي كلها، احنا ما عندناش مشكله. وحصلت قبل كده لعيبه حبوا يفرضوا نفسهم ويعملوا نفسهم ان هم فوق النادي الاهلي، لا اتركنوا كلهم ولعبنا بالناشئين وفوزنا بكاس مصر. فوزنا بكاس مصر على مين؟ على الزمالك نفسه. ما بقولكش فرق، لا ده احنا فوزنا بالكاس ده على حساب نادي الزمالك وبالناشئين. ما كانش حد يعرف مين اللي هيلعب، ما كانش حد هيعرف مين اللي هيلعب في الماتش ده. قال لك الناشئين مين هم؟ والله ما كان حد يعرفهم تماما. فانا بقول لك اهو، اللعيبه دي لو مش هتسترجل ويكون ماتش الترجي الجاي هو بدايه صلح مع الجماهير وكل المحبين والمشجعين للنادي الاهلي، اللعيبه ديت لا نبقي على اي واحد فيهم الا اللي يستاهل يقدر يلعب وجعان ينزل الملعب يدي مش 100% من مجهوده، 200% من مجهوده. غير كده بره النادي الاهلي عادي، ما عندناش مشكله نبني من جديد. النادي الاهلي لما بيقع بيقوم تاني سنه على طول، ما عندناش مشكله. ما بنضربش غطس بال20 وال25 سنه، ما عندناش مشكله. انبي النهارده اداك فرصه ورجعك للدوري من جديد، وانا قلت لك والله فرقه فاضيه على الله حكايتها، لها ماتش معاك تقدر تعمل عليها سكور بسهوله. دي فرقه اي حد بيقابلها بتنظيم بتتغلب. ما شفناش النهارده ولا كوره. الراجل بتاع انبي ده كان ضيف شرف، كان ضيف شرف، حتى ضربه الجزاء كان ضيف شرف ليها. القايم يعني اناب عنه صد ضربه الجزاء. فانا قلت لك البطوله بتنادي عليك، البطوله بتقول لك تعالى نافس لحد اخر دقيقه، بس مش بالروح والرعونه اللي شفناها امبارح في ماتش الجيش. النادي الاهلي ما جاش ماتش الجيش، النادي الاهلي يعتبر ما جاش. هو اتحسب للجيش كده 2 ولا 3 ولا كان ممكن توصل لابعد من كده، ولكن ليه؟ عشان النادي الاهلي ما جاش. انا اعتبر ان النادي الاهلي انسحب من الماتش ده وما جاش، او حصل اي ظروف وما جاش الماتش، لان فعلا انا ما شفتش النادي الاهلي لا روح ولا اصرار ولا عزيمه ولا نخوه. شويه موظفين واقفين في الملعب بس ما بيعملوش اي حاجه، ولا حد عمل اللي عليه نقدر نقول يقدر ياخد نجم المباراه، ولا شفنا حد بيأدي الواجب، ولا شفنا شويه اسطوات، شويه معلمين بيتمريسوا وعاملين نفسهم معلمين وعاملين نفسهم ان هم ما فيش منهم. لا 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 يا حبيبي، ده بره النادي الاهلي ممكن يحصل في حتت تانية، انما النادي الاهلي لا. اول حاجه كنا ماشيين عليها الانضباط، الانضباط. وانا قلت لك هي فرطت من وقت عقوبه امام عاشور. امام عاشور العقوبه وبعدين قسطنا العقوبه على شهرين بدل شهر، لا ده ما كانش ينفع. دي مش اداره النادي الاهلي، لا اداره النادي الاهلي كان موقف. ده كفايه موقف مع عبد الله السعيد لما خلصته وجبته وعرضته للبيع تاني يوم. ما عنديش مشكله لما قعدت الفرقه الاولى كلها لما شافوا نفسهم اسطوات ومعلمين ولعبت بالناشئين.
كل ده كان شعار النادي الاهلي. شعار النادي الاهلي دايما فوق الجميع، مفيش حد فوق النادي الاهلي. وسيبك شويه الهتيفه اللي طالعين يقول لك ايه، ده عايز يمشي ولا عايز يمشي، وده عايز يقعد، وده جاي له عرض. اللي جاي له عرض من بكره مع السلامه. والله لو نجم، انا ما شفتش فيه حد نجم يعني ومتصيط قوي كده علشان يجي له عرض بخمسه وسته يعني. ما شفتش. انا شفت لعيبه امبارح مش قادره بتجر رجليها في الملعب، مش اول امبارح مش قادره تلعب، مش عارفه يعني ايه واجبات مركزها، اللي مش عايز يعمل الواجب الدفاعي بتاعه، اللي واقف مستني الكره تجيله. بيلعبوا على الواقف، تحس ان هم موظفين، هنقبض وخلاص مفيش مشكله، عملت ما عملتش هي كده. مفيش عندنا الكلام ده. وسيبك من الجماعه اللي كل شويه يستخووا ويقول لك ايه الكونفدراليه هتنور. شفنا بقى بسم الله ما شاء الله التحفيل من بعد مباراه طلائع الجيش. الكونفدراليه هتنور. هتنور بمين يا حبيبي؟ الكونفدراليه منوره باهلها بقى لها 4 سنين. معروف مين بتاع الكونفدراليه. هو معروف بتاع الكونفدراليه ده يبقى مين. انا بلعب في دوري الابطال، يعني لو مش واخد بالك الترجي ده هروح العبه في دوري الابطال يا اخي. حتى لو خسرت دوري الابطال، حتى لو عملت، انا برضو محافظ على اسمي. انا اخر 6 سنين انا 4 مرات البطل، ووصيف مره، ونصف نهائي مره. انت مش عارف حتى توصل لدور المجموعات، مش عارف توصل للبطولة نفسها علشان تقارن نفسك وتحط نفسك وتحشر نفسك ان انت كبير. يا راجل خلال الربع قرن اللي انت مش عارف تاخد فيه افريقيا، في فرق اتعملت واتنشأت بعد التاريخ ده وخدت بطولة افريقيا، وفي فرق ما نسمعش عنها يعني ما نعرفهاش كده، طلعت مره واحده خدت مره واتنين بطوله دوري ابطال افريقيا، وانت واقف محلك سير. لا، ومصمم تحشر نفسك مع النادي الاهلي وان انت تتساوى بالرؤوس مع النادي الاهلي. انت شويه الهتيفه والمطبلاتيه بتاعتك وشله الهز بتاع مرتضى والناس دي، يا ابني انت بعيد قوي، والله انت بعيد. انا بقولك لو قفلت النادي ده 20 سنه وما خدش بطولات، انا هفضل متصدر وفي القمه. ما تقعدش بقى بالتحكيم بقى، مش بالتحكيم. انا عارف ان انت بتتحجج وتقول لي الدوري المصري بالتحكيم، طب افريقيا برضو بالتحكيم. طب ايه يعني نجيب لك ايه السوبر الافريقي برضو بالتحكيم ولا ايه النظام؟ يعني في كل حاجه هتلاقي النادي الاهلي هو سيد القاره بارقامه فيها، سواء دوري الابطال، سواء مش عارف ايه، سواء السوبر الافريقي، سواء مش عارف، كل حاجه بيتسيدها النادي الاهلي. فانت ما تحاولش تحشر نفسك كده. وعجبني قوي التحفيل بتاعهم بعد ماتش طلائع الجيش، وده بياكد لك والله ان هم بتوع لقطه وشو. شوف فرقتهم دي والله على الله حكايتها فاضيه تماما. اقسم بالله لو اللعيبه عندها لعبت ب10 ولا 20% من مستواها هتملط الزمالك دي في الملعب 3 و4. انا بقول لك اهو، انت كسعمته في بطوله الدوري وكسعمته في كاس السوبر، وبرضه بيبجح له نفسه يبجح ويقول لك انا انت عملت ايه؟ ده حتى الدوريات اللي انت بتكسبها الاهلي بياخدك فيها رايح جاي. انت مش حلو عشان بتكسب، لا انا اللي وحش، وده اللي بيديك فرصه اللي انت تاخد الدوري. لما اكون انا وحش، عارف لو انا حلو انت مش هتبقى اساسا ليك منافسه على الدوري، وده حاجه معروفه من سنين. ارجع كده لاي دوري وشوف كده النادي الاهلي هو اللي مستواه وحش، هتلاقيه برضه بعيد عن افريقيا، هتلاقيه بعيد، طلع من الكاس، عمل كده. ليه؟ لان انا اللي وحش، مش انت اللي حلو. لا انت فاضي، والله انت فرقه فاضيه على الله حكايتكم تماما. ولكن هي البجاحه عنوان واسلوب. احشر نفسي كده وسط الناس دي. طب الناس ديت يا عم، انت سواء بيراميدز ولا الترجي ولا الناس دي بتلعب في دوري الابطال سنويا، ما بتعديش سنه لما يكون في دوري الابطال. انت بقى لك 4 سنين دافس الكونفدراليه مش عايز تطلع، ومش عارف تطلع، ومش هتطلع، لانها هي عارفه نفسها، عارفه تمامك، عارفه اخرك ايه. وبرضه عجبني الكابتن كيرشا اللي طالع يقول لك ايه، النادي الاهلي جماهيره هتشتري تذاكر عشان تروح تتفرج على مين؟ ما هي اشترت واتفرجت على الاهلي وهو بيمسح بيك الملعب في السوبر، واتفرجت برضه في الدوري. يعني عادي ما فيش مشكله، نقطع تذاكر عشان كده عادي ما فيش مشكله. وكانت ماليه المدرجات، وشفنا جماهير في بطوله مهمه جدا، وبطوله هيتحدد فيها اذا كان هيكمل في الدوره الرمضانيه اللي اسمها الكونفدراليه. مفيش حد جه، وشفنا ده يعني مباراه ملهاش اي 30 لازمه، مباراه ترتيبيه للنادي الاهلي. الاستاد كان عامل ازاي؟ هو ما تقارنش شعبيه برضو عشان الموضوع ده قتل بحثا زي ما بيقولوا. فيا ريت تهدى يا كابتن كرشه. النهارده الجماهير اللي قطعت اتفرجت على مين؟ على فقوس بتاعكم، فقوس، وكل شويه ما شفناش اي حاجه. الله يمسيه بالخير كوكا اللي هو يعني بنقول عليه أسوأ لاعب في النادي الاهلي، والله ما خلاه يلمس الكوره، ما خلاهوش يعرف يلعب كوره. النهارده فقوس فين؟ عمل ايه؟ ما شفناهوش حتى في الملعب خالص، ولا مثلا عمل فرص ولا صنع حاجه. فقوس كبيره منتصف الجدول الفرق اللي بتنافس على الهبوط، انما لما يقابل فرقه منظمه ملط كلهم ملط بلا استثناء.
يا ريت نهدى، يكون زي ما قلت لك مدير كوره ذكر يوري اللعيبه دي العين الحمراء، والمدرب ده كده نشوف له صرفه نمشيه بجمله الخسائر، ما عندناش اي مشكله خالص، لان المدرب ده كل دقيقه بتمر وهو قاعد خطر على النادي الاهلي. ده سباك او حلاق، ما ينفعش مع النادي الاهلي. السلام عليكم.